أهلا بيكم في قناتنا شباك تذاكر. يلا بينا نحكمه النهاردة حكاية فيلم خيال علمي من اللي بيتقال عليه أسطوري. فيلم اسمه دون، أو زي ما بنقوله بالعربي الكثبان. بس قبل ما نقولك القصة ركز معايا، لأنك داخل على عالم تاني خالص، عالم فيه كواكب بتتقاتل على حاجة أغلى من الذهب اسمها السبايس، وهي اللي بتحرك الكون كله. القصة بتبدأ مع بول أتريديز، شاب صغير عايش في كوكب هادي اسمه كالادان. بول مش شاب عادي، هو ابن دوق قوي، وأمه من جماعة غامضة اسمها بينو جيسيريت، وبيعلموه حاجات في التحكم بالعقل وإزاي يستخدم صوته يأمر الناس. بس الأهم إن بول بيحلم بحاجات غريبة، أحلام فيها صحراء، ناس غريبة، بنت جميلة اسمها تشاني، ودماء. فجأة الإمبراطور بياخد قرار، عيلة بول اللي اسمها أتريديز لازم تسيب كوكبها وتروح تحكم كوكب تاني اسمه أراكيس. الكوكب ده عبارة عن صحراء ضخمة ودرجة الحرارة فيه بتموت، بس فيه كنز محدش يقدر يستغنى عنه، السبايس. وده مش بس مادة بتخلي السفر بين النجوم ممكن، ده كمان بيدي وعي وقدرات خارقة. بول بيسافر مع أبوه وأمه الأراكاس وبيكتشف قد إيه الكوكب ده خطير. في قبائل اسمها الفريمن عايشين وسط الصحراء ومش بيحبوا حد يتحكم في أرضهم. وكمان كان في عيلة عدوتهم القديمة الهاركونن اللي كانوا مسيطرين على الكوكب واضطروا يسيبوه. بس الحقيقة أن الإمبراطور عمل اللعبة دي علشان يوقع عائلة أتريديز في الفخ. وبعد أيام قليلة من وجودهم على أراكاس المؤامرة بتتفجر. ناس من الهاركونن وبمساعدة جنود الإمبراطور بيهجموا على قصر بول وأهله، والكارثة بتحصل. أبو بول بيتقتل والجيش بيحتل الكوكب، بس بول وأمه بيهربوا من الموت ويدخلوا في قلب الصحراء. في وسط حرارة خانقة ورمال بتبلع كل حاجة، بول وأمه بيلاقوا نفسهم محاصرين من الديدان العملاقة اللي بتظهر لما حد يتحرك فوق الرمل. وبين الحياة والموت بيظهروا الفريمن، القبائل الصحراوية اللي بول حلم بيهم، وفيهم تشاني البنت اللي شافها في الحلم. بس الفريمن مش بيرحبوا بالغرب بسهولة، لازم أي حد ينضم ليهم يثبت نفسه. وعلشان كده بول بيتحدى واحد منهم في قتال حياة أو موت، وبيفاجئ الكل، لأنه مش بس بيكسب، لأ ده كمان بيختار إنه ما يموتوش. وده بيخلي الناس تحترمه ويبدأوا يشوفوا فيه حاجة أكبر. بول بيبتدي يشوف الرؤية اللي كانت بتجيله في الأحلام بتتحقق قدامه، وبيفهم إنه مش شخص عادي، هو وبول بيبتدي يشوف الرؤية اللي كانت بتجيله في الأحلام بتتحقق قدامه، وبيفهم إنه مش شخص عادي، هو المختار اللي ممكن يغير مصير أراكيس ويمكن مصير الكون كله. لكن ده مش آخر القصة، ده بس أول الطريق. لو عجبتك الحكاية دوس لايك واشترك في قناتنا شباك تذاكر علشان توصلك باقي القصص اللي بنعيشها كأننا جوه الفيلم، واستنانا في الجزء التاني من ديون، لأن اللي جاي أعظم.